السلام عليكم. نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة وظائف العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الأخبار العاجلة والمهمة. حياكم الله متابعينا، معكم حيدر الرباعي. أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين عن تسجيل 3893 حالة شفاء من فيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وظائف العراق أنها سجلت 3107 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 3893 حالة شفاء بالإضافة إلى 60 حالة وفاة. ويظهر أمامكم في الجدول الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم 12 من تشرين الأول 2020. في وقت سابق أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يعد مؤشرا جيدا، مستبعدة وجود موجة ثانية لكورونا لأسباب عديدة. وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي بحسب الوكالة الرسمية أن انخفاض عدد الإصابات يعد مؤشرا إيجابيا كبيرا، لكن قد لا نعتمد على تلك الأرقام، بل نعول على حالة التوازن منذ شهرين بين الإصابات والشفاء الذي يعطينا مخرجات جيدة وسيطرة للمؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات. وأضاف أن العراق ما زال إلى الآن ضمن الموجة الأولى، ولديه خط بياني ابتداء من عدد الإصابات بالعشرات ومن ثم المئات وبعدها الآلاف، لكن بخط أفقي، ولم نرجع للحالة الصفرية أو بالعشرات. لذلك نحن في المرحلة الثالثة من الموجة الأولى، واستبعد أن تكون هناك موجة ثانية بسبب أن العراق ليس كباقي الدول، لافتا إلى أن العراق تحدث فيه متغيرات من ضمنها الزيارة الأربعينية، حيث مضى أكثر من 3 أسابيع، وبالرغم من ذلك نسجل حالات إصابات أقل وشفاء أكبر. وأشار إلى أن المتغير الأول لم يترك سلبيات، أما المتغير الثاني فهو قضية الموسم الشتائي، ولكن طالما نحن في الخط التصاعدي الأول لن تكون هناك متغيرات كبيرة في أعداد الإصابات بالوباء. متابعينا، قد وردنا خبر سار بشأن علاج كورونا، حيث أعلن علماء في هونغ كونغ الاثنين أن عقارا مضادا للميكروبات بسعر معقول يستخدم لعلاج قرحة المعدة والالتهابات البكتيرية أظهر نتائج واعدة في مكافحة فيروس كورونا على الحيوانات. وعمل الباحثون على استكشاف ما إذا كانت العقاقير المعدنية المركبات التي تحتوي على معادن ويشاع استخدامها في مكافحة البكتيريا قد يكون لها أيضا خصائص مضادة للفيروسات يمكنها محاربة فيروس كوفيد 2 باستخدام فئران سورية. في المختبر وجد الباحثون أن أحد الأدوية وهو رانتيدين سيترات البيزيموت شكل عاملا قويا لمكافحة سارس كوفيد 2. وقال الباحث بجامعة هونغ كونغ رامين غوانغ للصحفيين الاثنين أثناء عرض الفريق الدراسة أن دواء رانتيدين قادر على خفض الحمل الفيروسي في رئة الفار المصاب بمقدار 10 أضعاف. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذا الدواء عامل محتمل مضاد للفيروسات في حالة كوفيد 19. من جانبه فقد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أنه يمكن التغلب على جائحة مرض كوفيد 19 العالمية سريعا إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة. وأضاف أنه من المتوقع التوصل إلى اللقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام القادم. الحكومة العراقية بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي تطلق استمارة ضمن مبادرة توظيف لإيجاد فرص العمل في العراق للعاطلين في القطاع العام أو الخاص. رابط التقديم أو الاستمارة سيكون أسفل هذا الفيديو. ممكن أنه يكون هناك ضغط كبير على الرابط، لذلك ممكن أنه يتم المحاولة في وقت لاحق. الاستمارة ستبقى مفتوحة دائما. وإلى مصرف الرشيد، حيث أعلن بأن سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الأصيل حصرا شرط حضوره شخصيا إلى الفرع المروج، ولا تمنح
لخلفه. التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا إلى الفرع المروج، ولا تقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة أو خاصة، وأن لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقا مستلمة من مصرفنا غير مسددة. وإلى مصرف الرافدين، حيث أعلن بأن تسديد الأقساط الشهرية لقروض السيارات يبدأ من بعد 3 أشهر من الاستلام، وأضاف أن نسبة الفائدة المحددة لقروض السيارات تكون 4%. وإلى أسعار صرف الدولار، حيث انخفضت أسعاره في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية اليوم الاثنين 12 من تشرين الأول 2020، وسجلت بورصة الكفاح 123.800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار اليوم أمس الأحد 123.900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي. سعر البيع 124.250 دينار لكل 100 دولار، أما سعر الشراء فبلغ 123.250 دينار لكل 100 دولار. نشرة إخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة وظائف العراق. تقبلوا تحيات من كان معكم في تقديمها حيدر الرباعي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار العاجلة والمهمة. نلتقيكم على خير، في أمان الله.